حقك كمشجع كورة إن أنت تشجع اللي أنت عايزه وإن أنت ما تشجعش اللي أنت عايزه، وليك حرية الرأي في اللي أنت عايزه، بس توصل بيك إن أنت تعمل ثغرات استهجان أثناء العزف للنشيد الوطني الخاص بمنتخب مصر. فأنت كده وصلت لمرحلة صعبة جدا، وهنا كلامي موجه للجمهور المغربي. أنا ما طلبتش منك إن أنت تشجعني ولا طلبت منك إن أنت تحضر المباريات بتاعتي، بالعكس لما أنت شجعتني في دور المجموعات وحضرت المباريات طلع بيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم وطلع شكر الجمهور المغربي على الحضور، وطلع محمد صلاح في المؤتمر الصحفي شكر الجمهور، وطلع كل اللعيبة شكرت في الجمهور، وطلع الجماهير المصرية كمان شكرت في الجماهير، والصحافة وكل الإعلاميين المصريين شكروا الجمهور المغربي على وقفتهم بجانب المنتخب المصري. إنما أنت تيجي تتحول بأسباب مش مبررة تماما من بداية من دور ال16 وتبدأ إن أنت تشجع أي فرقة بتلعب أمام المنتخب المصري، وتبدأ إن أنت تصفر صفارات استهجان في أي هجمة وفي أي كورة بيمسكها المنتخب المصري، وكمان يوصل بيك وتوصل بيك الدرجة إن أنت تصفر صفارات استهجان أثناء كمان النشيد الوطني لمنتخب مصر. فأنت كده بتهين أو بتسيء للبلد كلها، مش بتسيء لمنظومة الكورة بس، لأن ده نشيد جمهورية مصر العربية مش نشيد منتخب مصر. فأنت كده بتسيء للبلد وبتسيء لأهل البلد. فانت كده وصلت لمرحله صعبه من التعصب ومن الحقد اللي جواك كجمهور مغربي. انا ماليش دعوه بالشعب المغربي، انا حاليا بتكلم على الجماهير المغربيه اللي كانت بتحضر المباريات الخاصه بمنتخب مصر، وكانت بتنتقد المنتخب المصري وكانت بتصفر عليه صفارات استهجان، حتى كمان وصلت للاعلام ووصلت بالصحافه والصحفيين ان هم كمان ينتقدوا المنتخب المصري، وكمان الصحفي يقلل من الكابتن حسام حسن بقيمه كابتن حسام حسن، ان هو يقلل منه في المؤتمر الصحفي ويقول له ان انت بتعلق شماعة فشلك وفشلك في البطولة على مبررات خارجية. الراجل اولا حقه ان هو يقول اللي هو عايزه، وحقه ان هو يقول ان الفندق ما كانش عاجبه، وحقه ان هو يقول ان هو واخد 7 بطولات. هو ما كدبش وما قللش منك في حاجة، هو معترض على حاجات معينة هو شايفها من وجهة نظره ان هي موجودة، وطلع اكد الكلام ده المنتخب السنغالي بالبيان اللي هو نزله، ان انت لما تحول من بلد لبلد تانية ملهاش تأمين مناسب، ملهاش فندق مناسب، وكل الكلام ده وانت ما طلعتش رديت عليه، ولا طلعت قلت نفس الكلام اللي انت قلته للكابتن حسام حسن واللي انت قللت منه من الكابتن حسام حسن عشان توصل كمان المرحلة لمدرب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة النهائية مع المنتخب السنغالي اللي منتخب مصر أصلا مش طرف فيها، وطالع يقول لك إن منتخب مصر بيتحجج بالتحكيم والتحكيم ماشي بشكل كويس وخليهم يكملوا على نفس النهج، وإن دي العالية الأفريقية. وأنت أسباني مثلا ولا أوروبي حضرتك؟ ما أنت عالية أفريقية وزيك زيي وبتلعب في نفس القارة، البطولة اللي انت مش قادر اصلا تحققها ومش قادر تعمل فيها حاجة. فانت ما تجيش تقلل مني عشان في الاخر انت اللي هتزعل، لان اللي جاي اكتر من اللي فات يا معلم. يعني اللي جاي اكتر من اللي فات. واحنا عندنا كده كلمة مصرية شهيرة بيقول لك اعرف صاحبك واعرف جارك وعلم عليه، كده اديله علامة بحيث ان انت ترد له بقى اللي هو عمله معاك واللي انت شفته منه. دي بس نقطة كانت مهمة وكنت لازم إن أنا أبدأ بيها الفيديو، لأن الموضوع صعب ووصل لمرحلة صعبة ووصل لانتقادات صعبة جدا، ووصل لمرحلة صعبة بين الجماهير المصرية والجماهير المغربية، فكنا لازم نتكلم في النقطة دي. خلينا بقى نروح للمباراة ونتكلم عن خسارتنا أمام المنتخب النيجيري وحصدنا المركز الرابع. خلينا متفقين إن كل المتفائلين محدش كان يتوقع أصلا إن احنا نوصل مركز رابع أو مركز ثالث في البطولة، وكله كان متوقع ان ناس، يعني اغلب الناس كانت متوقعه ان احنا نخرج من دور المجموعات، وانا كنت واحد منهم، واغلب الناس التانية كانت تقول لك احنا مثلا لو وصلنا دور 16 او دور 8 دي فدي هتبقى حاجه كويسه في ظل العبث وظل المشاكل الكتير اللي موجوده في الكره المصريه حاليا على كل الاصعده. يعني انت بتتكلم من اول الناشئين مرورا بالمنتخب الاولمبي مرورا بالمنتخب المحلي مرورا بالمنتخب الاول، فما فيش تنسيق، ما فيش اي حاجه بين الادارات الفنيه للمنتخبات بتاعتنا. فانت كده كده انت بتمر بمرحله صعبه، فانت مش كان متوقع ان انت توصل لحاجه في الاخر في ظل كل التخبط اللي انت بتمر بيه، ومحدش يكذب عليك ومحدش يطلع يضحك عليك ويقول لك لا احنا كنا نقدر واحنا كنا نعمل حاجه وكنا نقدم حاجه. لا، انت ما كنتش تقدر تقدم اكتر من اللي انت قدمته. هو ده مستواك الحالي ولازم تنزل على الارض، لازم تنزل على ارض الواقع ولازم تقتنع بكده ان ده مستواك الحالي،
وانت متأخر جدا، ولازم تتطور ولازم يتم عملية تطوير كاملة في الكرة المصرية، لأن ده الواقع وده اللي مر حاليا بكل المنتخبات الأفريقية، إن هي بتمر بمرحلة تطور كبيرة جدا وانت اللي لسه واقف مكانك. في نقطة مهمة تانية حابب ان انا اتكلم فيها، وهي مستوى اللعيبة المحترفة معانا في المنتخب المصري. يمكن انا طلعت في الفيديو اللي فات واتكلمت ان احنا ما نعلقش شماعتنا على اداء لاعب بعينه، وان احنا ما نقولش ان اللاعب ده هو السبب في الخسارة. وانا برضو طالع اقول نفس الكلام، ان احنا ما نعلقش شماعة خروجنا او شماعة ان احنا ما وصلناش لحاجة في البطولة، ان في لاعب معين هو اللي مؤثر او في كل الكلام ده. لا، هي منظومه كامله محتاجه تطوير ومحتاجه معالجه ومحتاجه كلام كتير قوي ممكن ان احنا نتكلم فيه يعني في نهايه الفيديو. بس انا عايز اتكلم في حته معينه، في حته المحترفين عندنا وادائهم مع منتخب مصر. محمد صلاح طبعا بيمر بمرحله صعبه جدا، مرحله صعبه جدا من حيث الاداء. يعني مش ده محمد صلاح، مش ده مستوى محمد صلاح. انت بتشوف الراجل اصلا قراراته، يعني اول مره اشوف قرارات محمد صلاح كده كلها غلط في المباراه، كلها تحركات، استلام، استحواذ على الكوره، تمرير. حتى قرار التمرير نفسه يا اما بيطلع غلط يا اما اصلا القرار مش في محله. يعني محمد صلاح بيمر بمرحله صعبه جدا. انا ما اعرفش هو وصل للمرحله دي ليه، هل دي بسبب المشاكل اللي موجوده حاليا مع ليفربول وان هو بيفكر في مستقبله مع ليفربول؟ بس هو طلع واتكلم وقال لك ان انا اهم حاجه بالنسبه لي حاليا ان انا احقق بطوله مع منتخب مصر. فان هو يوصل للمرحله دي من الاداء، حتى شفنا اداء امام منتخب السنغال برضو، اداء كان ضعيف جدا ومستواه بعيد جدا. يعني مستوى محمد صلاح بعيد جدا عن مستواه. انا بقول لك التمريره من محمد صلاح واتخاذ القرار نفسه طالع غلط. فدي حاجة صعبة جدا أنا شفتها من محمد صلاح. مصطفى محمد مصطفى محمد امبارح منع فرصة هدف مؤكد، مؤكد بنسبة مليون في المية. أنا معرفش مصطفى محمد كان بيفكر في إيه، لأن الكرة عدت ومصطفى محمد واقف في الأوف سايد وعارف إن هو واقف في الأوف سايد، وما سابش الكورة وما بعدش عن الكورة، لا ده راح يستلم الكورة وراح يسددها. يمكن بعدها على طول الكابتن حسام راح مطلعه بره. فمصطفى محمد برضه بيمر بمرحلة صعبة جدا في الاداء بتاعه، لان هو برضه ما بيلعبش وعنده مشاكل برضه في فرقته، فبرضه الموضوع صعب مع مصطفى محمد. برضه حتى عمر مرموش لما عمل ماتش كبير جدا امام كوت ديفوار، برضه عمر مرموش بيمر بمرحله صعبه مع المان سيتي، وبرضه حبيس الدكه وما بيلعبش، وبرضه بيمر بمرحله صعبه في مستواه. وعمر مرموش واصل لدرجه كبيره جدا من الانانيه، مفكر ان هو خلاص طالما لعب في السيتي يبقى انا هقدر اعمل كل حاجه لوحدي. ما انت بتلعب قدام لعيبه كلها محترفه ولعيبه كلها مستوياتها عاليه، فانت عايز تاخد الكوره يا مرموش وعايز تعدي من الفرقه كلها وتروح انت تجيب الهدف لوحدك. ما هو ده مش منطقي، ده مش منطقي. اللعيبه بتاعتنا المحترفه لازم تنزل على ارض الواقع، ولازم تعرف ان هي بتلاعب منتخبات قويه، ولازم تعرف ان هي مش اقل من اللعيبه اللي معاها في الفرقه، او مش تقلل من اللعيبه اللي معاها في الفرقه. مش يفكر ان هو عشان بيلعب في المان سيتي او عشان بيلعب في ليفربول يبقى هو كده هيقدر يعمل كل حاجه لوحده. لا، انت ما تقدرش تعمل كل حاجه لوحدك، لان كره القدم لعبه جماعيه. انت مش هتصنع حاجه لوحدك ومش هتعمل حاجه لوحدك، دي لعبه جماعيه معتمده على منظومه، معتمده على افكار تكتيكيه، معتمده على تحركات، معتمده على مساحات، معتمده على تمريرات من زمايلك ليك عشان يخلقوا لك مساحه، معتمد على تحرك منك عشان تخلق لنفسك مساحه وتخلق مساحات للتمرير من زمايلك. كل الكلام ده لازم يكون موجود. انما ان انت تاخد الكوره وتقعد تلم وتعدي وتتقطع وتقع وتعمل، مش منطقيه ومش موجوده في الكوره دلوقتي، ومفيش حد بيعمل كده مع منتخبه. فلازم المحترفين بتوعنا يعيدوا تفكيرهم ويعيدوا بقى حساباتهم، لان احنا داخلين على بطولة مهمة وهي بطولة كاس العالم. فلازم نعمل حاجة. مش هينفع احنا كمنتخب مصر ومنتخب بقيمة منتخب مصر اللي اكتر منتخب واخد بطولة الامم، وطالع الكابتن حسام يقول لك انا بابا افريقيا وانا اكتر منتخب محقق البطولة وانا ومش كسبانين ولا مباراة في كاس العالم. فيا جماعة الخير، يا ايها السادة المحترفين بتوعنا، لازم تنزلوا على ارض الواقع شوية، ولازم تهدوا الدنيا شوية، ولازم تقتنعوا ان انتوا بتلعبوا قدام منتخبات كبيرة وبتلعبوا برضو مع لعيبة كبيرة، معظمها بيلعب اهلي وزمالك وبيراميدز اللي هم اكبر فرقتين في مصر. فلازم يبقى الوضع غير كده تماما. في ناس كتير اتكلمت بعد المباراة واتكلمت عن مباراة نيجيريا، وان احنا كنا نقدر وان احنا نقدر نهاجم وان احنا عندنا، ومحدش يتكلم عن قماشة ومعرفش ايه. لا يا جدعان، لا يا جدعان، ما تقنعش نفسك، ما تقنعش نفسك ان المباراة تحصل حاصل.
انا شبهت المباراه دي بمباراه وديه، ولازم المباراه دي تتلغي اصلا. الكلام ده ما بقاش موجود خلاص بقى. يعني مباراه ايه تحديد تالت ورابع؟ يعني انا هستفاد ايه يعني لما احدد تالت ورابع؟ ما خلاص هو اطراف النهائي، واللي بياخد البطوله هو اللي بيكسب، واللي بقى بيخسر بياخد الميداليه الفضيه وخلاص على كده. انما تعمل مباراه عامله زي تحصيل حاصل مباراه وديه عشان تقنع الناس ان دي فعلا مباراه مهمه وكلام من ده، لا. انت شايف اهو المنتخب النيجيري مريح بتاع 5 لعيبه بره على الدكه من اللعيبه الاساسيه اللي بدات مباراه المغرب. ومنتخب مصر مرموش كان قاعد، وبرضه كان في غيابات كتير، اصابات بقى على ايقافات على ما اعرفش ايه. فالمباراه كانت هاديه تماما. المنتخب النيجيري مديك مساحات لعب، مديك مساحات تمرير، ما بيضغطش عليك ضغط عالي. فكل الكلام ده كان متاح ليك في المباراه، ومش كان متاح في مباراه السنغال. السنغال كانتش بتخلي لاعب من المنتخب المصري بيستلم الكرة غير وبيضغط عليه اتنين. فمش في مساحات خالص للتمرير، مفيش مساحات للاستلام، مفيش اي منفذ ان انت تقدر تعمل حاجه في المباراه. انما مباراه زي مباراه نيجيريا لا، الجيم مفتوح، المباراه هاديه، الالتحامات خفيفه. ما كانتش بنفس الاهميه. لو المباراه دي مثلا في سيمي فاينل، لا الوضع كان هيبقى مختلف، وهتلاقي المنتخب النيجيري اشرس من كده، وهتلاقي المنتخب النيجيري بيضغط عليك اعلى من كده، وهتلاقي مباراة مختلفة تماما. فانت ما تقوليش لا ده احنا هو عندنا واحنا نقدر نهاجم وكل الكلام ده. لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. انت تلعب على قد المباراة اللي قدامك. كل منتخب بيلعب على قد المباراة، وانت لعبت على قد المباراة، ومنتخب نيجيريا لعبت على قد المباراة. انت ما تقوليش لا احنا كنا نقدر نهاجم السنغال. لا، انت لو كنت ممكن تفتح قدام السنغال ماشي، بس كنت ممكن تزعل. بس انا اللي زعلني في مباراة السنغال ان انا كنت اقدر على الاقل وانا بدافع يبقى عندي اتزان هجومي، واقدر ان انا اخرج بالكوره بشكل سليم واصنع فرص. يا عم دافع، انا ما قلتلكش ما تدافعش. انت شايف ان دي امكانياتنا، انا يا عم متفق معاك مليون في المية. بس وقت ما تبقى مدافع وتقطع الكوره ومش قادر تخرج بيها، لا يبقى انت كده عندك مشكله في الاداره الفنيه بتاعت المباراه. انت كده بتحفظ اللعيبه ان هي تدافع بس، ما بتحفظش اللعيبه ان هي تطلع بالكوره، ولا تقدر ان هي تبني هجمه بالكوره صح. وده اللي احنا شفناه كلنا. احنا مش قادرين نعمل تمريرتين ثلاثه بعد ما بنستخلص الكوره من منتخب السنغال. لان اول ما بنستخلص الكوره منهم، او حتى لو الكوره ضربت مرمى، بتلاقي ضغط شرس من منتخب السنغال، ما بيديكش اصلا اي فرصه ان انت تخرج بالكوره. انما المنتخب النيجيري كان سايبك تلعب براحتك. خلينا واقعيين. خلينا واقعيين. نقطة أخيرة بس حابب إن أنا أتكلم فيها، ويمكن اتكلمت فيها في فيديو قبل كده، وهي إيه اللي جاي وإحنا هنعمل إيه؟ إحنا خلاص أهو خرجنا من البطولة، طلعنا مركز رابع، البطولة انتهت بالنسبة لنا، خلاص راجعين مصر. عايز بقى أشوف قرارات، عايز أشوف خطة تطوير، عايز أشوف هدف إحنا هنوصل له، عايز أشوف كل الكلام ده، عايز أشوف ناس تقدر تنفذ الكلام ده. ما تقوليش إن الموجود هو اللي هينفذه، لأن الموجود ده المفروض ان كان هينفذوا قبل كده، ومفيش حاجه اتنفذت، ومفيش حاجه بتتطور، مفيش كل الكلام ده. لازم تجيب ناس ثقه، ناس تقدر تنفذ، ناس عندها افكار تقدر ان هي تنقل الكره المصريه من مكان لمكان. وانا اول حاجه بالنسبه لي لازم ان هي تتطور هي مستوى المدربين بتوعنا، لان مستوى المدرب هو ده اللي هيطلع لك اللاعب، هو ده اللي هيكتشف لك الموهبه، هو ده اللي هيطور لك الموهبه، هو ده اللي هيطور لك اللاعب، هو ده اللي هيشوف ايه النواقص اللي عند اللاعب ويقدر ان هو يصلحها، ويقدر ان هو يطورها. كل الكلام ده المدير الفني او المدرب ايا كان، مش مدير فني، لان انت بتتكلم من اول قطاعات الناشئين من تحت. فانت عندك الاساس نفسه بايظ تحت، الاساس بايظ، فانت لازم تلاقي الكواليتي ده فوق. طول ما الاساس ده بايظ انت مش هتاخد حاجه. انما الاساس ده لو اتطور خلاص انت كده ماشي على الطريق الصح يا معلم. طورت مدربين، قطاعات ناشئين هتتطور، قطاعات ناشئين اتطورت، هتبدا تشوف منتخب شباب قوي، منتخب الشباب بقى قوي، هتبدا تشوف منتخب اولمبي قوي، المنتخب الاولمبي بقى قوي، هتقدر تاخد منه دعم المنتخب الاساسي او المنتخب الكبير، وتبدا ان انت تشوف حاجه زي ما بنشوف في التجربه المغربيه. فاحنا لازم نشتغل على ده، ولازم نطور الكوره عندنا في مصر، ولازم نرسم طريق ونمشي عليه، ويبقى قدامنا هدف، والهدف ده عايزين ان احنا نوصل له. كده ساعتها هقول ان انت شغال وان انت عايز توصل لحاجه. غير كده فضلت واقف مكانك، هتفضل الكرة المصرية مكانها، مش هنحلم بحاجة، مش هنحقق حاجة، وهيفضل الوضع كما هو عليه. دي كانت كل حاجة عايز أقولها في فيديو النهاردة. يمكن الفيديو طول شوية والوقت خد الواحد وهو بيتكلم، لأن الموضوع فعلا كان يحتاج الكلام ومحتاج إن الواحد يتكلم على قد ما يقدر. دي كانت كل حاجة في الفيديو. أشوفكم على خير، ما تنساش الاشتراك واللايك. أشوفك على خير.
السلام عليكم.